انا مبقتش فاهم بصراحه شركه وي بالظبط من كتر المتغيرات اللي بتحصل، لدرجه ان انا بقيت اعمل من فيديوهين ل3 فيديوهات في الشهر عن شركه وي بس. شيل ايجار الراوتر اللي ب 10 جنيه، وبعدها بشويه رجع ايجار الراوتر ب 20 جنيه، بعدها بشويه خلي ايجار الراوتر 50 جنيه على 3 سنين بدل 5 سنين. طب تعالوا نعمل باقات للجيمنج والستريمنج. طب تعالوا نعدل الباقات بتاعت الجيمنج نضيف فيها ستيم عشان ما كانش موجود. طب تعالوا نحط كمان مع ايبك جيمز علشان ما كانش موجود. طب تعالوا بقى نعمل باقه بسعه 1 تيرا لسرعه 30 ميجا و70 ميجا، وتعالوا نعمل ضعف الباقه الاضافيه ال 200 جنيه تديني 400 جيجا. لا، الغي ال 200 جنيه تديني 400 جيجا، وحط 250 جنيه تديني 500 جيجا، و1000 جنيه تديني 2000 جيجا. الغيهم بقى ورجع ال 250 جيجا تديني 500 جيجا لوحدها. طب تعالوا كمان نعمل ده في الباقه للعملاء الجدد، وتعالوا كمان نعمل كنترول كيكس جديد للموبايل بدل كنترول كيكس القديم. واخيرا تعالوا نعمل باقات الانترنت اللي موجوده دلوقتي بشكل سنوي، وده علشان توصل ل 12 تيرا، يعني 12000 جيجا. ولكن هل انت لو اشتركت بشكل سنوي هتلاقي نفسك موفر فعلا عن ما تدفع بشكل شهري؟ وايه المزايا اللي انت هتاخدها، وهل هتبقى مجديه ولا لا؟ وايه موضوع الراوتر اللي مش هتحسب عليك فلوس لو انت واخد راوتر ايجار، هيبقى خلاص ببلاش ومش هتكمل الايجار بتاعه لو حولت للباقات السنويه؟ كل ده واكتر هنعرفه في فيديو النهارده اللي هنشرح فيه كل حاجه بالتفصيل. ولكن بالتاكيد قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وتنزل تشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. لو جيت تشوف الحاجات الكتير اللي عملتها شركه وي الفتره اللي فاتت، هتلاقيها بتستهدف عدد محدود جدا من الناس هم اللي بيستفيدوا منها، ولكن باقي الناس مش بتبقى ديت حاجه مجديه بالنسبه لهم. يعني مثلا باقات الجيمنج والستريمنج اللي نزلت هتلاقيها بتستهدف عدد محدود من الناس، هو ده فعلا استخدامهم عشان ياخدوا سرعه 80 ميجا داونلود و25 ميجا ابلود بنفس سعر سرعه ال 30 ميجا. بس برضه العدد القليل اللي الباقه دي موجهه ليه هيبقى اقل، لان مش كل الناس خطوطها تستحمل ال 80 ميجا فيشترك بقى في ال 30 وخلاص عشان الجيجا بتاعته تبقى تستخدمها على كل المواقع. فانت فعلا عندك جزء قليل من الناس هيبقوا مستفيدين جدا ومبسوطين جدا. يعني تخيل مثلا ستريمر او يوتيوبر عنده سرعه الابلود وصلت 25 ميجا وبيدفع نفس الفلوس اللي كان بيدفعها لل 30 ميجا، فاكيد هيبقى سعيد جدا. او جيمر مثلا بيعمل داونلود للالعاب في تلت الوقت اللي كان هيقعد يعمله بيه بسرعه ال 30 ميجا. ولكن على الناحيه الثانيه هتلاقي اغلب الناس مش مستفيدين من الحاجه اللي حصلت دي. نفس الموضوع برضو في ضعف الباقه العملاء الجدد، هتلاقي يستفيد منه الناس الجدد بس او العملاء الجدد بس. نفس الموضوع برضو في ضعف الباقه الاضافيه، هتلاقي يستفيد منه الناس اللي استهلاكها واصل ل 500 جيجا في الشهر، لان هي بقت ب 250 جنيه مش مثلا ادفع 100 جنيه تاخد 200 جيجا. نفس الموضوع برضو في ساعات ال1 تيرا اللي نزلت السرعه 30 ميجا و70 ميجا، هتلاقي فيه ساعات 1 تيرا ولكن برضه موجهه لعدد من الناس هو اللي بيستخدم الساعات ال1 تيرا دي. بس اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده بقى هو هل الباقات السنويه اللي موجوده دلوقتي مفيده فعلا وهتفيد كل الناس، ولا هتفيد عدد محدود برضه من الناس، هم دول اللي العرض هيبقى جامد بالنسبه لهم او النظام هيبقى جامد بالنسبه لهم، وبقيه الناس او معظم الناس ممكن ما يستفيدوش حاجه؟ تعالوا بينا نشوف الباقات الجديده ونشوف شروطها وكل حاجه. لو جينا كده فتحنا عشان نبص على الباقات بتاعت شركه وي، على فكره موضوع السنه ده مش جديد، يعني هو كان موجود زمان ايام تي داتا للناس اللي فاكره، وطبعا كان اختفى وبعد كده رجع تاني دلوقتي. اللي هو انت لما المفروض تشترك سنه المفروض توفر، فاحنا هنشوف دلوقتي قيمه التوفير ده تستاهل انت تشترك سنه ولا لا. وهنتكلم برضه عن موضوع الراوتر اللي قلت لكم عليه من شويه، وفي ميزه كده من وجهه نظري شايف ان هي ممكن تبقى مجديه في الموضوع ده. يعني مثلا لو جينا كده نشوف باقه ال 140 جيجا وباقه ال 200 جيجا، هتلاقي ما عليهمش اشتراك سنوي، يعني دول شهري بس، ولكن الاشتراك السنوي بيبدا معاك من اول باقه ال 250 جيجا. بس هل فعلا انا لو اشتركت في 250 جيجا ودفعت السنه كلها مره واحده هوفر؟ تعالوا نحسبها. هو انا بيقول لك ايه؟ 210 جنيه كل شهر او 2415 جنيه في السنه. يعني لو رحنا كده كتبنا له 2415 جنيه على ال 12 شهر، هنلاقي نفسنا بندفع 201 جنيه وربع في الشهر، وهنا 210 جنيه. يعني اوفر كام؟ 8 جنيه 75 قرش في الشهر. ادفع السنه كلها علشان اوفر 8 جنيه في الشهر؟ يعني هل ده كلام منطقي؟ الباقه دي كده غير مجديه. طب تعالوا نشوف اللي بعدها. يعني مثلا هنا بيقول لك باقه 400 جيجا ب 340 جنيه في الشهر او 3910 جنيه في السنه. لو جينا نشوف كده 3910 جنيه على ال 12 هتدينا 325 جنيه في الشهر، وهنا 340 يعني برضه هوفر 15 جنيه في الشهر. يعني مقارنة أدفع 2910 جنيه عشان أوفر 15 جنيه في الشهر، لا يعني أنا شايف إن مش مستاهلة، ده ندفعهم بقى واحدة واحدة أحسن. طب تعالوا نشوف كده الإجمالي بتاعي ممكن أبقى موفر كام يعني على السنة كلها، بلاش نحسبها بالشهر. لو قلنا مثلا 340 اللي هو سعر الباقة كاملة في 12 ناقص 1000 ناقص 3915 جنيه، بموفر 165 جنيه في السنه. زي ما قلت لكم الموضوع مش مستاهل. طب نشوف باقه ال 600 جيجا، ممكن الموضوع فيها يفرق ولا لا؟ لان لو يفرق ممكن بدل ما تقعد تجدد الباقات كل شهر مثلا وتعمل، لا تشترك في دي مره واحده السنه وتريح دماغك، عشان في ميزه معينه كده هي اللي ممكن نتغاضى بيها عن موضوع ان مفيش فرق في الفلوس. بس هقول لكم عليها كمان شويه.
غير طبعا الميزه بتاعت الراوتر اللي هقول لكم عليها برده كمان شويه. فعندك هنا 600 جيجا ب 500 جنيه في الشهر، طبعا دي احنا عارفينها، او 5500 جنيه في السنه. لو جينا كده نكتب 5500 يعني طبعا هو يعني باينه من غير ما نحسبها، يعني 458، يعني هنبقى موفرين 500 جنيه تقريبا في السنه كلها. يعني هندفع في الشهر 458 جنيه بدل من 500 جنيه. خلي بالكم الاسعار اللي انا بتكلم فيها دي كلها من غير الضريبه. فهنا ممكن نقول يعني هوفر 500 جنيه في السنه، يعني ممكن ال 11 شهر، يعني كده هبقى انا بدفع 11 شهر بس باخد 12 شهر. مش مجديه قوي ومش جامده قوي ومش محمسه قوي، بس ماشي يجي منها. باخد شهر هديه كل سنه لو دفعت السنه كلها، ففي حاجه، في دافع ممكن يخليني ادفع السنه كلها في الباقه دي. فدي ممكن يعني مع الميزتين اللي هقول عليكم، مش انا صدعتكم بالحوار ده. تعالوا بقى نشوف الباقه اللي هي ال1 تيرا بقى، الناس اللي استخدامها تقيل، الناس اللي بتحتاج فعلا 1 تيرا تستخدم انترنت في شغلها. هل فعلا بقى الناس دي هتوفر ولا لا؟ 800 جنيه في الشهر او 8000 جنيه في السنه. طبعا هي الحاجات دي كلها بتاعت سرعه 30 ميجا. 8000 جنيه في السنه على ال 12 ب 666 جنيه في الشهر. من ال 800 يعني هنبقى موفرين 133 جنيه في الشهر. 133 جنيه في الشهر ماشي، يعني الرقم ممكن انا بوفر 133 جنيه في الشهر على عكس ما اكون بوفر 10 جنيه. ولو جيت تحسبها كده من هنا هتلاقي ان السنه كلها بتاخد عليها تقريبا شهرين ببلاش. يعني انت بتدفع ال 8000 جنيه دول اشتراك 10 شهور واخد شهرين ببلاش. فكده الموضوع مجدي، يعني كده ممكن يعني باقه زي دي فعلا النظام الجديد السنوي، انا مثلا لو استخدامي ده ممكن اشترك وادفع السنه كلها مقابل ان انا اخد شهرين ببلاش، او ادفع ال10 شهور اخد بيهم سنه. فساعتها يعني حاجه زي ال1 تيرا ديت مجديه. وال 600 جيجا كانت عايزه تبقى يعني تدفع، يعني انا شايف بصراحه من وجهه نظري ان الباقات دي كلها كانت عايزه تدفع 10 شهور تاخد 12 شهر، كانت هتبقى جامده. يعني كانت هتبقى فعلا انت بتدفع يا عم خلاص ادفع السنه كلها بالمره واخد بدل 10 شهور اخد بيهم 12 شهر. فكنت في ناس كتير هتعملها، ولكن الموضوع فوق مش مجدي. زي كل ما بتنزل الموضوع بيبقى مجدي اكتر، بس هو مجدي قوي في ال1 تيرا اللي هي الكبيره. وكذلك الوضع طبعا هتلاقيه في الباقات التانية الميجا والالترا. لو قعدت تحسب الكلام ده كله هتلاقي الموضوع قريب من بعضه بنفس الفكره اللي احنا اتكلمنا فيها. هنا فعلا انت بتوفر شهرين، هنا انت بتوفر شهر في اللي هي 600 جيجا، وهنا بقى انت بتوفر الحاجات البسيطه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. طب تعالوا بقى نروح للجزء بتاع ايه اللي ممكن يبقى مجدي في الموضوع ده واللي انت قلت لنا عليه من شويه، وممكن نستفيد ايه من الموضوع ده حتى لو احنا هنشترك في باقات قليله من اللي فرق السعر بتاعها قليل او مش هيبقى فيه فرق كبير كل شهر. بص، هي حاجه ممكن تبقى ميزه لناس وعيب لناس تانية. يعني هقول لك الموضوع كله. انت لما بتشترك على باقه بشكل سنوي فالباقه كلها بتنزل لك مره واحده. مثلا انا اشتركت في باقه اللي هي 250 جيجا، مش فاكر كانت بتدي كان تقريبا 4000 ولا 5000، ما علينا. يعني انت خدت مثلا 5000 هينزلوا لك كلهم مره واحده. مجديه لمين وتنفع مين؟ الناس اللي انا طبعا منهم، يعني اللي هو انا ممكن شهر ما استهلكش فيه اصلا ويروح عليا جيجات، واجي الشهر اللي بعده الجيجات بتاعتي تخلص وابقى محتاج اكتر فاضطر اشحن تاني. ففي حاله زي دي ممكن ان انت خلاص هي السنه كلها على بعضها، شهر استهلكت شهر ما استهلكتش، المهم ان المتوسط بتاعي مثلا هيبقى 250 جيجا في الشهر او 400 جيجا في الشهر. فالموضوع هيظبط معايا، مفيش جيجات هتروح عليا لو اتاخرت عليها وهضطر الشهر اللي بعديه اشحن قبل ميعادي والكلام ده كله. بس مش هتبقى مجديه لمين، او ممكن تبقى مثلا عيب لمين؟ للناس اللي هي مش الاستخدام بتاعها مش بتعرف تنظمه قوي، او مثلا ممكن ان هو لو خد ال 5000 جيجا دول مثلا على بعض يخلصهم كلهم في شهرين ثلاثه ويبقى محتاج يشحن تاني ويقعد بقيه السنه بقى بسرعه 256. انا نسيت اقول لكم ان بعد انتهاء الباقه بعد انتهاء الباقه السرعه بتنزل 256. فلو انت مش هتعرف تنظم استخدامك ممكن تخلصها في شهرين، لا ابعد. لكن لو انت فعلا استخدامك انت عارف المتوسط بتاعه وبيروح عليك جيجات وفي شهر بتحتاج فيه جيجات، يبقى ممكن الموضوع يبقى مجدي بالنسبه لك. ممكن دي تبقى ميزه بالنسبه لك حتى لو هتوفر توفير قليل. طبعا انت تقدر تجدد السنه كلها تاني من الاول لو الباقه خلصت معاك في شهرين ثلاثه، يعني ممكن تعيد شحن الباقه او ممكن بقى تشحن باقات اضافيه او كل الكلام ده. حاجه تانية بقى مهمه وقلت لكم عليها برده في اول فيديو، هي الراوتر. اي حد واخد راوتر ايجار سواء بقى ب 10 جنيه من زمان، ب 20 جنيه، ب 50 جنيه، بيقعد بقى يدفع 50 جنيه كل شهر، فاول ما يشترك في النظام السنوي مش هيبقى فيه ايجار راوتر عليه، مش هيدفع ايجار ولا قسط ولا اي حاجه من الكلام ده كله. هتلاقيك انت خلاص دفعت الاشتراك السنوي بتاع الباقه وتوفر منك 50 جنيه كل شهر. هنا بقى الموضوع ممكن يبقى مجدي، يعني مثلا ال 100 جنيه ولا ال 150 جنيه هتوفرهم في باقه 250 جيجا مع ال 600 جنيه اللي هتوفرهم من ال 50 جنيه كل شهر بتوع ثمن الراوتر، فانت كده تقريبا خدت 3 شهور ببلاش لو انت كنت واخد راوتر واشتركت على الباقه السنويه. ففي الحاله دي فعلا انت تدفع 9 شهور تاخد 3 ببلاش. فهنا الموضوع ممكن يبقى مجدي. ولكن لو انت اشتركت بقى على الباقه السنويه وما كنتش واخد راوتر،
فساعتها مش هتبقى وفرت حاجه او مش هتبقى استفدت بالميزه بتاعت الراوتر. ولو اشتركت على الباقه السنويه مش هينفع خلاص تاخد راوتر ايجار، يعني لازم بقى تروح تشتري راوتر كاش، ما ينفعش تروح تاخده وتقول بقى انا كده مش هدفع. لا، دي للناس اللي كانت واخده الراوتر الايجار وحولت على الباقه السنويه بعد ما خدت الراوتر الايجار. طب الملخص بقى يا عم انيس واهم جزء في الفيديو، الباقات دي مفيده لمين ومش مفيده لمين؟ هي ينطبق عليها نفس الكلام اللي احنا قلناه في اول فيديو على معظم الحاجات الجديده اللي وي بتعملها، تبقى فعلا مفيده لجزء قليل من الناس، هم فعلا دول اللي الباقه تحس ان هي كده متفصله علشانهم ونازله علشانهم، وبقيه الناس مش هيستفيدوا منها حاجه. يعني مثلا مفيده للناس اللي هي استخدامها عالي جدا، اللي ياخد بقى الباقه ال 12 تيرا ال 12 شهر بسعر 10 شهور. مفيده للناس اللي كانت واخده راوتر ايجار وهتوفر ثمن الايجار ده، اللي هي مثلا لو كانت حتى مثلا لو واخد راوتر ايجار ب 10 جنيه يبقى مش هيستفيد حاجه قوي يعني، ولكن لو واخد راوتر ايجار ب 50 جنيه فهيوفر 50 جنيه كل شهر، فتقريبا هيبقى موفر في الاخر شهرين ونص او 3 شهور. مفيده للناس اللي استهلاكها مش منتظم، وفي شهر ممكن يتفضل منها 3/4 الباقه ويروح عليها، وشهر تاني تبقى الباقه خلصت قبل ميعادها ومحتاجه تجددها تاني وتشحن فلوس مع ان كان ليها جيجات في الباقه اللي فاتت، فساعتها هتبقى الموضوع منظم وياخد الباقه كلها على بعضها، شهر يستهلك شهر ما يستهلكش، اكن كده جيجات بتترحل معاه. ولكن مش مفيده بالنسبه للناس اللي باقتها صغيره واللي مش واخدين راوترات واللي استخدامهم مش منتظم، فمش هيبقى محتاج موضوع الترحيل ده وان الباقه كلها تبقى واحده، فساعتها هيلاقي نفسه بيدفع مثلا مبلغ كبير مقابل ان هو ممكن يدفعه كل شهر، فالموضوع هيبقى اسهل معاه. انا شايف ان لو كان كده شهرين ببلاش لكل اشتراك سنوي، لو كان الاشتراك السنوي ده بثمن 10 شهور بس بدل 12 شهر لكل الباقات، كان هيبقى حاجه يعني فعلا مجديه بالنسبه لناس كتير، لان المفروض يبقى فيه دافع فعلا قوي يخليني اروح ادفع السنه كلها على بعضها. ففعلا الوقت الكاش الغالي يبقى ببلاش، اللي هو هدفع السنه كلها، لازم تظبطني يا باشا، انا هدفع سنه، اديني بقى كده وروق عليا واديني شهرين ببلاش، اديني 3 شهور ببلاش، انا دافع لك السنه كلها على بعضها. فبس زي ما قلت لكم كده مفيده للناس، وبالنسبه لناس ثانيه اكنهم ما شافوهاش. طبعا بالتاكيد انا حابب اسمع رايكم في الكومنتات، وقولوا لي هل فعلا انتم من الناس ان الباقه دي ممكن تستفيدوا منها، طب استفيدوا منها في ايه؟ ولا من الناس اللي مش هتبقى مفيده بالنسبه لكم ومش هتبقى مفيده بالنسبه لكم ليه؟ وكده احنا خلصنا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه وتابعونا على فيسبوك وانستجرام علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it.